كيرن سأيوب. السلام عليكم حسام متنسيت كرين سأيوب يوم 4 نوفمبر سنة كل 2013 جمعته اليوم لدى الأخبار اللي قرأ لكم سلف رس أخبار أطبيو جيبوتي اتفاقية عسكرية فرم أيام أقول شعبه وطنه للحسب اللي أزيل التساور لهلا حرب يقول عارضكم وجبه حبرام العبير سكبر سمتناكم تفاصيل التلال أقولكم أطوبيا وجيبوتي مجال أمن حبر يقول لشكايا تقدمن وثيقات فرميام اللي دي بحلفة سنبت عباية لأنبتا تعسرا اجتماع لجنة الدفع حبر جيبوتي حقولا محبروتو دي بإلا اتفاقية للبسحوم برقادر جنرال تشميانا قوم مثلناي جيبوتي تنجاهو طاهر علي محمد 3 سنوات أمن وعسكريات كمثلنا كشوم إلا بسحت الليت مفاهمات أطوبيا تلا منطقات اتبقسوت الليت السكرة ريال أتجها ملكيات بحلكس يقولوا زياد حيلة تقل تركب قد إقليل هاللي لتواقم رئيس وزراء أطوبيا أبي أحمد اتمنطقتنا وعلم قوبرات الدبلوماسيات فروركم هلا وحشم شعبيات ما بحد لما سلت منطقة ودول البحر الأحمر علاقته لا تردكم هلا تهدقم أبي أحمد برلين اتحلفت 2 لقبا قل سرن دول أفريقيا الأشاركة منتدى تجارة واستثمار عند حضرم مثل رؤساء ألمانيا فرنسا وبداد دول النام حبرم كزون أرزاق أثيوبيا سبب بحر بكت إيراكبا بلنا لام حشم شعبية بأساس لا تردوا لها العلاقات دبلوماسية منطقتنا لمثل الصومال لا تلالي على جهد دبلوماسية ومن اترشمتون دبتها سفير الصومال إريتريا آتكم هلا لتهدقم حكو اتفاقية بريتوريا قائد حشم شعبية مثل لا أثيوبيا ناس أتمنين هليت اللي بلا الصومال وكينيا علاقات لا تردكم هلا لتهدقم قائد حشم شعبيات ورئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد زياد لقب لقب وقت كريسيس أتومي قلعت حنوم حداث نقارة حرب ضبطكم اللو من اللي ودول اللو تحركات قلت أمر قادر هلام اتلجون دقبو لحشم شعبية وابي أحمد الأساورة للو حديث حرب عند أيدو دعايات نشر للو إلا حرب اللي قلفنا شعب ودمار وطنكم تأمور دي بنتو حشم شعبية لأيدو للو اقل شعب وطن عند حسبو ضد لحرب قلقبو ليكا قربة التوم ما يدد حشم شعبية الذي بداخل وطن لهلا شعب رتريا كما اقل حرب ليه طلت خلقا عند حسبوهم اتلجون دقوو منابرتهم دي سايرو من ريم إسات لأساوركم هلو إريتريا من عمار وتطور عند تحرمات مثل دول جيران اتحرب ليتا اقل تنبر مثل لحشم لسادوكم هلو عند الشرال رأي شعب اللوم يوم حشم شعبية سدل اللو مأيدين أكلت كما دي بسلقات لها حشم مسؤوليتكم رافعو أكدوم أريتريا نار الجحيم من دقبت التوم كلا لجأو لألجأ يوم حكم ظالم أقلو راقعو سجدكم اللو بأروحتو من دهر بوهي دي بداخل تعرف للشعب بحرب يقلفني ودول اللو توعيات للأتسفتوم بقبل يلجو أريد سلام لبسحو الداخل وطن تعرف للشعب بسلام يقل لمبر بدل نادلوم شعب حرب يقل لفني مثل حكم ظالم من دباترو حرب دول الساورو دميرو مأكله ينتويكم هلا يقل أمرو هليتلوم شعب إريتريا خبرنا إلى حرب أثيوبيا لموتو ولادون دي ركب
الحديث حرب عند أتا تعرف لها لولادو يقول خسر لطلب منكم هلام حشم شعبية عمر سلطاتو يقول أترايم مثل أبي أحمد الأساور لها حديث حرب ما أيدينا إلى حشم اللي ما حرب اللي يقول فانا شعب إريتريا ثبتو من إلا جريمة الله يقول اللي جملوهم من شعب فينا قربت التوم اللي تام حيثما تنسيت كرنسيو بقول يوم دلول على الأخبار دي بالله تامم هلام مثل كرنسيو بتلي لكم حيثما تنسيتنا تلنا يوم برنامجنا كلوت موضوع ده صبتنا ما تامكم لنا سلف عررت ندالو مسموسة حنتي لا تبلا رئيس من موقعات ما تقل ترجمات لنا سنة موضوع سلسة كفال كلام ودنا ندال تغيير نظام حنتي لا تبلا رئيس مال هينا عادل صالح مثل منادي الأسهل بس أملاك لوضع مقابلة كلا يوندنغو بكفال متابعتكم مشاركتكم دي بنسيبة ولا مودنا أجن أمبد كيرن سأيوب مرحبا بكم حيثما تنسيت كرنسيو من اللي أتلينا عروت نزال ومسموسة حنتي لا تبلا رئيس من موقع ما تقل ترجمة لنا سأنا وموضوع أقول يوم سلسة كفال قلنا نقدم لكم تو متابعتكم من سيم كيرن سأيوب التحالف كلا كفالنا اللي عروت ندالو مسموسو اللي بالفنتو موضوع مسمساو عنقلالي شو منا اللي كل إريتريا تعذبوا بالليل حتى نتذكر معنا وتهين الحودة مستلطت للوتوم لا تبلتام كلايت نطبل نتعدين مايدته معارضة لاستخدوما كلمة أقامي الذي بكل طرف دي بحد سادام للو كليتهم سنشانا وحبونا متنتهم لتتنفعوا بو كرت حبر حلا لهم إلا هي كل قلت تلت قدر أقامي لتبل زعتام كليتهم أريتري أسلين دقبو قل قربو دول لحزو لتنفعوا بام اللي هي لدي بأريتريا لقبا وقبلها لجرائم أولاد أريتريا إيقبا أو قبيها اللي بل من سد الحلفة مفهوم منه لتبقساتهم إلا وطنك من ثلاث الشهد قلك تقدم لتحرك معارضة للو من قبو ولا ديب إريتريا زمان سلطات ثابت لها الحكم مثل لا تفقوا التام اللي إريتريا أسلي كمن ثلاث شرح دعاية أو فبركات ظلم تقدم اتقف بزحام إريتريين دي سدقاقم تسمى اللي لقبقى لقبقى نفر اندي يخجل أنا ود أسل أنا للي بالإحساس أو شعور تقدم اقل نفسه ود أسل اندي سمايام من نديب إريتريا لا قبلها لا جرائم اندي برا اتبعدام أو اتعقامي لقلهم لها لا اقل ما سسو الحزيم إلا تكافؤت اللي من شرعونا مؤيدة جبه الشعبيات لتبقس حكو قبام لقبا لقبا حكم السياسة اللي تقاوم إريتري أسيل إيكون للي بالمفهوم بوم كله بالسياسة للعارض مواطن عقامي أو نسب أطوبيا بولت بهل إلا هي بهجي بتكت ضد السياسة وحكومته لقب إريتري إيكون لتبهل إريتري كم إيكون لقبا لقبا إثبات إلى تحزي للي بالمفهوم سبقاتهم الذي بحرت معارضة مالهلو اتحفز أنساب إريتريين إندي اللي تحللوا الشقو اللي ترأوا الذي السكاب قالتهم هي
أتنادفوت وآمرات أنساب وقلام سبسلطة حكم شعبيتهم معارض سبزها وقتا وقلام سبسلطة حكم شعبيت كم منهم أسل تقرايبو وكم منهم أسل عمحرات لبلو زمنهم اتحفظ أنساب لحالوفهم اللي سياس وزيلها اللجرائم أسلنا عقامة سبس بوتو للبل فهم بوم باللي هي الذي برد لي تحقيقات لتبراوها اللو من اللي فهم اللي ندت بقسو ودارت ريال أسلي اتوطنو كن جرائم يودت لبلو لسامعوم اللوم كن جرائم ودله اللو أسل عقامة من ألبوم شعب رتريا ويتعذب للبل أوهام التنبروم ابعاني منادلين لنشروا فبركات كم مقبولة سبت نسأته شعب وندال منا اتأرتريا لقابا وقبلا لجرائم اندبرعوهم لترعو شعب حبر اندك انسان اللي العذبوا لها مجرم حتى دول وقل ديما سميتو بدل كريم رأسهم دادنانا اقل لمبر حارة هلام مدت حتى السويد لمركزو تلفزيون نقاش ادولو اعلام لهدق او لنقاش اقاليم وهوية ارتريا دي بعلام دي باللي نقاش اللي لا توضحت امان من تعليم اللي تفكير خاطي اطلع الذكور لهلا مجتمع ارتريا اسحبوبكم هلا لأكد قنام تتكحل على نقطات هوية ارتريا منطقة او تقاليم لتستة للي بالشكوك اللي ازموا منهم لتكاحدوا العلو تآخر اتخاتي مفهوم لا اتفقوا مسلوم اتمكلسي لا اتفقوا التنقطات اتمشنقل شعب ارتريا كروي لهلا جرائم مسؤوليته لرفعه مشكلة هوية لبوم انفارتهم ديلو اللهم مشكلة هوية لبوم لتبهلو لهلو هوية ارتريا اقلي تحفز لهم قبقوا من قبين ناي اقاليم ارتريا حكوت كلو ليتاتهم إلا هي الفايح من انريام هوية ارتريا من لتكلو بهلتهم مطمطور إلا لقل حكم شعبية لأيدل هلو نسبوهم أصلهم من آياته حفظك اللي بقتو وجبلت بالنقطة اتفقوا مفهومنا إلهم لتكاحدوا العلو لقل حكم شعبية لأيدل هلو مواطنين أسليين اندي قبوت كلا الدرجات اللي ترتبهم لمجرمين هي عاجمهم أو أصلهم من تقراي أو من أطوبياتو للي بالمفهوم بهم من جهة ارتريات أسرتوت أسلن دي خدمان ولا ورط أسلنا تقراي أو أطوبيا لبنفر من الرف كنا تفكير كم كنا لمسلو أنفار كل رؤسون أجيد اللي تبلل يقدر كنا اندلر ايه وسمي مراد نوسو لبدا لتعرض حاجة اجلسنا لقدرتم من اللي اطلع الذكور لهلا نتبقسوا بزحام دي بحرت معارضات لهلو مثل حكم شعبية ان تعاونوا لمن مدت ندال ان انبتا للشك بالعلا وقل وطن اتمدرت لكرا اتفناتا عادات خدمكم هلو اكيدتون دي بالله بتكنولوجي ان تتطور جيس اللي تعلمنا كنا مثل فهم كبيب ليتان دي طبعا كادول جيس دولة قدمكم يتبل اكيدتون فناتا عادات جب الشعبية دي تليكا فنتيت ارتريا دي بتتحلي وتستناكي اجل تطور سبت حسبام لما معارضت فنتيت ارتريا عند دقاقم لسه معهم إلا انك لجهد دي بحد لي بايا حود مسالها قل كبان دبيلايا كل دول دي بقلو كوي لمد سموداتت انت لترعيام ثلاث بسمع الشهدام ننبل اللوم اطلع الذكورام للو مفاهيم زياد اللوم حتى مسألة حساسية الليل حتى هي الشهداء لتكسستام كلهم اريتريين الذي بحكم له اللي يجب الشعبيات او معارضات شهدانا لا استشهدوا دي بهلو من اجل طورة اريترياتو لا استشهدوا لبلوم دي بإلا لكن كل اوت يتحد لي بيورعي لزهرهم لا وليت نقطة شهداء زياد منه اللو عقلام شاطرام وفاهمام كمتم تحبر باللي أساس اللوم الأزيه اللو السيودان من قبو
عقلام وشاطرام وتبهلو باللي زياد وطنيين ديمقراطيين وبعدين تبهلو وتحمدو لا استشهدوا من صنحو إريتريا دي بإلي أذكريت التليلات ويتكريت لقلونا هلو التلا لكن دليل ثابت على بوم قال أيت شهدانا اللي تحلموا أبال علو طورت إريتريا كأنها تندبيلو للتخيل لقب اللقبة نفري هلام التلا وقت اللي شهدانا لتحلموا أبال علو الديمقراطية اللي تتمرح إريتريا كم تأندى تمثلو للتحاقوا بزحام اللو اللي مفهوم اللي خاتيتم اتمدت ندال عادات ديمقراطيات كم على لقب اللقبة أثر أو إشارة علبوم لبزحوا شهدام بكشكلة عسكرو سبرعية وحرستوتهم وباللي ديمقراطيات مبهلتا لأموري علو لا محودام دارسام استورت العلو نظريات ماركسية ركوزام العلوتهم إلا يوم ليبرال ديمقراطي دمبي نسميها لنا نظريات بالدبات رام علو ثورة دول تأسست نظرية الشيوعية تقبأ أو ليبرالي واضح مرامي علو بحث من وده لاما مؤسسين ثورة كرحام إدريس عواتي ديانات وقبيلة إجل توعية لا استخدمان علو تمدت لها ديمقراطية ميتا حتى فهمها متى علو حرما ثورة كمسل عبيد جبت تحرير وجب الشعبيات إجل ديمقراطية سنك أباها عليام من كل اللي تأكد وواضح لي شرحت استشهاد إجل واصل شهداء سبب قابا من لو لقب لك بأرتري إقلميتو كل اللي استشهاد للدفع هلا عند تيلكم انتو تسألون زيادة استشهاد لتقلب قد يثبت قبأتو للي بالبليس لهي باكام اللي هي للدفع هلا استشهاد لحلفة تاريخ ندال إقل لتحفظنا تفعلكم طول أفهم بعدت معنات لأجد هدف وطني استشهاد بزحامة انتو تركبون فهمهم وتفكيرهم أكلي قلوبكم هلا كل رؤسو إلى انتبهوا لهم هدف ثبت استشهاد كألو مقبول يقلك بايك أدر يقلميك أدام لا للدفع هلا استشهاد هدفنا أجل نحدد بنام إلا وطن شهداء لندفع بولا لنا سبب بزحام شهداء ثبت حبنا التاتو قبل من قبل هدفنا حدودام يلينا بهلتهم وطن بزحام شهادة ثبت استشهاد وإلام أذيما استشهاد لواسل اللي بدا ليتاتو كيرن سأيوب حيثما تنسيت كرن سأيوب عرورة دانو مسمسوت حنتي لا تبلا رئيس من موقع ما سجل ترجمة لرا كبناه فنتو موضوع سالسا كفال دي بلا تاهم هلام رأى باي كفال دي بس متسامن قل قدم قلكم تو أسكو دحن وسلام مصري مدر ليبيا سكاب كريني حرسين سرلالي وتاهلي ديلي مصري مدر
سللا انت حتى العليم عسر مرة سافرة وبزح كيسا وقبلا اللي بيسكاب قليني وتوس بلا وترها اللي بيأكل قصة للا انت حتى العليم عسر مرة سافرة وبزح كيسا وقبلا انت اللي دلني واستهتنا والسلام انت اللي دلني واستهتنا والسلام انت كدت قايسة تديد قدوس اندلا تديد قدوس اندلا بس اللي بيسكاب قليني اللي بيسكاب قليني حرسني سلالي والداخلي دلتها محلي شنلت بهودة وصوت لبسونيتا ولد انسان بايل حتى سقوط والنواي وولد بركراكيتا كانت دلتها محلي شنلت بهودة وصوت لبسونيتا ولد انسان بايل حتى سقوط والنواي وولد بركراكيتا بدلت هودا بديل ذهب سافيدا بدلت هودا بديل ذهب سافيدا الشمس سلماتا وقلت كنتا ويتمتمت جيدا مسري مدري يسكاب قليلي يسكاب قليلي هرسني سرلاني والداخلي كيرن سأيوب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بالحسب كان بحدش من قبرين أنا. أوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حيسام تنسيتنا كيف اسمكم مثل منادل السهل بسو أملاخ نودي لنا مقابلة كالاي كفال التلال لنا تلحل كفال. طبعا سؤال وجوههم يجيبوا عنا أصحاب المسرح هذه اللي مبادرتكم اللي شاركوا سركم كرمنتهم لأنه بعض المنظمات بسبب الحروب دي شعب تجراي لقبا مقاتلين إريتريين بالقانون جوا إريتريان لأتوا لحرب العلو باللي بسببنا إسياس وجماعته بسبب اللي هي سرقة لسيادتنا إريتريان لترسعي دي بسمت كريا ومنه هي أو كمان دي خطر كرايا وبزح ضد سيادتنا إريتريا اللي تهاجوا على أفراد على أو كمان منظمات فقلهم كيف تتعاملوا مسؤولهم من ليكم من دبينا سؤال معنا ندجاوب لزمن تم مدينة. أستاذ السهيل تفضل. طبعا توقفنا كنا في الأربعة مبادئ للمنظمة أو كمان لهيئة التيسير وهي أنه ما عندكم يعني ما حتجاملوا أي منظمة أو كمان أي فرد على أساس أنه ما يحترم السيادة الإريترية ووحدة الأراضي الإريترية فممكن تواصل في نفس الموضوع يعني. تفضل. نعم شكرا أستاذ عادل. شكرا. أقدم شكري مرة ثانية لراديو سايوب لأنه سنحتم لنا الفرصة والفرصة دي هي فرصة قيمة وشكرا جزيلا. فالمبادئ التي ذكرتها هي مبادئ حاكمة لكل الأنشطة. تيسير تعتمد وترتكز على هذه المبادئ والقوة الوطنية حتكون ستبني على هذه المبادئ. فكل الجهات منظمات سواء كانت تكون أحزاب وغيرها تكون ملتزمة بهذه المبادئ. فهذه المبادئ هي لا لها أي مناقشة ولا لها أي شيء آخر. فانطلاقا من هذا وكل الجهود الذي يبذلها كل المنظمات والأحزاب والنشطاء والحراك إذا نظرنا بصفة واسعة هذا شيء مهم جدا وعلينا أن نكون نوعي وندرس الشباب والحراك بحد ذاتهم. شباب جاءوا من ساوا جابوا من المعارك جاءوا من التشريد من اللجوء وعانوا وكان لديهم صعابة أكثر من أي شيء لا يتخيله الإنسان. فالناس ديل يحتاج إليهم إلى توعية وإلى إلى إلى تنوير وطني تنوير ديمقراطي تنوير جماهيري تنوير الوحدة. فهذا هي أهم المصاعب وأهم التحديات التي تواجهنا الآن تواجه معسكر المقاومة. فالمقاومة تكون ترتكز على المبادئ والمبادئ ذكرتها ومعها تكون الديمقراطية والحرية والعدالة بحد ذاتها نناجل من أجلها. فيحتاج إلى عملا مكثفا التوعية المكثفة لكل الأطراف بخصوصا للشباب خصوصا للناس الذين تعبوا وهم في الطريق الآن في معسكرات اللجوء في سيناء وفي السودان في إثيوبيا في كل الأماكن ويموتوا في البحر. كل الناس الذين هم تعبوا وصعب وجاههم كل المشاكل يحتاجوا إلى تقوية إلى تنوير وطني. نعتبر 20 عام 20 عام 15 سنة الفاتحة والماضية كانت تشويش كثيرة. فالتشويش الكثيرة أدت إلى عدم الفهم بصورة منسقة من ناحية واحدة ومن ناحية أخرى عدم الثقة
أو عدم الإمكانية من تجاوز المشاكل. المشاكل تكررت وتكررت وتكررت، والناس تعبوا، والتعب لما تكون التعب غير حدودية أو غير محدودة يكون الناس يخوشوا في أي شيء. فالعمل المطلوب الآن هو تنوير وطني، تنوير ديمقراطي، تنوير جماهيري، خصوصا بوحدة الشعب، بوحدة الوطن، وحدة الأراضي الوطنية، وإعادة الكرامة الإريترية. لأنه النظام الطاغي، النظام البقيد، النظام الشمولي في إريتريا حطم كل المعنويات، معنويات الناس، معنويات الجماهير، معنويات الشباب. شرذم وشطب العائلة بحد ذاتها كأسس مؤسسة مهمة في الوطن. فعلينا نحن كقوة كمعسكر المعارضة، معسكر المقاومة، إعادة هذه الثقة، إعادة الثقة، وإعادة المعنوية الوطنية. لأنه المعنوية ممكن تشبه بأي شيء، بل المعنوية الوطنية والتنوير الوطني والديمقراطي والجماهيري ووحدة الأراضي الأريترية لازم أن ترجع إلى ما كانت إلى أصلها. فهذا هو الشيء الأساس ممكن أطرحه مع المبادئ. جميل سيد نسيل. في وثيقتكم كمان ذاكرين إن المبادرة دي بإمكان عندها إمكانيات بتاعت نجاح أكثر بوقت لما تقيم مع المبادرات السابقة اللي كانت قاعد تحصل هي في الساحة الإريترية. المبادرة دي يعني لها إمكانيات أكثر في النجاح. فما هو تقييمكم شنو المبادرات السابقة؟ إيش هو الفرق ما بين المبادرة هذه والمبادرات السابقة؟ لأن المبادرات السابقة في عندك مجلس وطني شغال، عندك كانت منظمة يأكل شغالة، كانت في مبادرات. فالفرق شنو بين الاثنين؟ وهل هي يمكن بديل هي المجلس الوطني حتكون، ولا بديل للمنظمات الثانية، المبادرات الثانية؟ تفضل أستاذ السيد. نعم، شكرا أستاذ عادل. هذه القوة الوطنية هي مؤسسة وطنية لا بديل لأي شيء، لأن كل الحراك والمنظمات والمظلات والإثلافات الموجودة ستبقى، ونحن نؤيدها تزدهر وتكون تحقق أهدافها. أما الشيء اللي نطرحه الآن هو توحيد كل الصفوف إلى مؤسسة وطنية تقوم بأعمال فعالة لإنقاذ الشعب، لإنقاذ الوطن الإريتري، لحماية السيادة الوطنية بطريقة مباشرة. فما هو الخلف من المبادرات السابقة؟ الشيء الأول هو هذه المبادرة بتشمل كل شيء. لا واحد هو في معسكر المعادرة يكون في معسكر المقاومة يكون خارج هذه هذه المنظمة. فهي all inclusive means تشمل كل شيء. أوكي، بعد الناس يقولوا كل شيء، كل واحد يقول تشمل كل شيء، ولكن هنا تنظيمات ومنظمات، أحزاب، أفراد، كل الأتلافات وكل الإتلافات وكل المظلات تعتمد على تنظيمات فقط، على منظمات فقط. هذه المبادرة هذه حتى برضو تعتمد في أفراد، يعني أفراد نشطاء، حراك نشطاء. كفرد مواطن إريتري واحد يناضل هو كمواطن، وزول الزميل وأخوه اللي هو في الحزب هم واحد، وكلهم سيكونوا يشاركوا في هذه القوة ويكونوا يكاتفوا، لأنه الناس اللي هم خارج التنظيمات هم أكثر من الناس اللي هم في داخل التنظيمات، اللي في التنظيمات. نعم. فهذه قوة حقيقية تكون تشمل كل شيء، أفراد في التنظيمات وغير التنظيمات، لا لهم تنظيمات، مؤسسات، والمؤسسات بحد ذاتها هي على
نعتبرها كقوة، نعتبرها كأصحاب المصلحة، لأنها هي بتنادل نضالاتها هو يكون يجمع مع بعض. فهذه هي شيء تشمل كل شيء. هذه هي النقطة الواحدة. النقطة الثانية هي شفافة. هذه هذه القوة حتكون تقوم على أعمالها بطريقة شفاف، لا يكون أسرار غير، لا، أعمال عملية أمنية، عملية أسرار موجودة في أشياء في التنظيمات موجود معروف، ولكن في قامة القوى الوطنية فالوحدة ما فيش سر، لأنه العدو كله بيفهم لما نكون نتقوى ونكون نعمل إلى الوحدة بطريقة شفافة العدو يكون ينهزم. ولكن لما نكون نختفي ونكون تنظيم لوحده 5 تنظيم 3 تنظيم ونكون ننقسم العدو يكون ينتصر علينا. فالطريقة الصحيحة هي الوحدة تتم بطريقة شفافية، ويكون حسابات جماهيرية مفتوحة، ويكون لها مراقبة، يقولوا English checks and balances في كل أعمالها. كل التنظيمات وكل المؤسسات اللي عندنا الآن لا لديهم كل الأشياء اللي أنا أذكرها الآن. ما فيش محاسبة مع جماهير. الجماهير لا عنده أي طريقة ليحاسبهم جو من وين، وصلوا إلى وين، وعملوا إيه. ما فيش سؤال. يعطوا بيانات كما يريدون، يعملوها كلها في تنظيمهم في حزبهم محددة. فلا حساب ولا محاسبة للعمل الوطني، للعمل الجماهيري. public that is عمل وطني. عمل جماهيري يلزم أن يكون. الشيء الآخر النقطة الرابعة هو يكون يمكن التعددية الإرثية، يطبق التعددية بطريقة إيجابية. هذه هي شيء مهم جدا، لأنه كل تنظيم تحاول، ولكن المحاولة بتاعته هو فاشل أو مش فاشل، مش منتصر من هذه الناحية. كل التنظيمات وكل المؤسسات تشوفها ما متعددة. الشيء اللي نطرحه الآن هو يكون له أسلوب تمكين وتحقيق التعددية بطريقة إيجابية. هذا هو شيء ممكن نطبقه ولنا أسلوب لتطبيقه. فديل هم الأشياء الأساسية التي تتقدمت هذه المبادرة أو هذه الاقتراح لتشكيل القوى الوطنية وانتخاب القيادة الوطنية بطريقة شرعية. فعلينا يكون لنا ممثلا شرعيا في كل المنابر الدولية، سواء كان الإقليمي الوطني باسم الشعب، باسم إريتريا، يكون إزالة النظام سهلة، لأنه النظام هو جالس في راسنا من دون أي جذور، فلأنه ما فيش بديل. جميل منادل السهل. نعم. طبعا أوكي، جميل منادل السهل. الآن نحن طبعا الكلام اللي ذكرناه ده والمكتوب طبعا ما زال النظري، فنحن حسنا حنتحول للتطبيق. أنتوا وقت ما اتفقتم على الأشياء هذه بدأتم بالعمل على الأرض طبعا، وتكون عملت اتصالاتكم. فإيش أنتوا، هل يعني النظام يعني وقت قاعد تطبقوا عملتوا شنو كده شوية كده وشرحت لنا باختصار، وإيش المشاكل اللي صادفتكم لحد الآن أنتوا، لأنه من الهيئة يعني شكلت لها قريب سنة، يمكن 8 شهور 9 شهور حاجة بالشكل ده. فأدينا كده عامة كده تغيير شنو للعمل بتاعك. نعم. هيئة التيسير هي ناشطة بصورة نسبية، معناها إيجاد كل الأشياء اللي اتكلمنا عنه هو شيء غير قليل، ولكن هيئة التيسير مهمتها الأولى هو لم شمل كل الأطراف ومواصلة والاتصال بكل أصحاب المصلحة. فالعمل الأولي هو بعد سياق الوثائق والهيكل وكل شيء،
العمل الأول هو التواصل مع أصحاب المصلحة. ومن هم أصحاب المصلحة؟ دي سؤال مهم جدا. أصحاب المصلحة هو المنظمات والتنظيمات والأحزاب وحراك وأفراد ونشطاء كلهم. فبدأت اتصال بهم، مثلا اتصلنا بكل التنظيمات الذي لدينا عنوان واتصالات. ممكن يكونوا بعد التنظيمات ما اتصلنا عليهم، ما أقدر أقول 100% 100%، ولكن اتصلنا بكل التنظيمات ونشرنا وأصدرنا وأعطيناهم الوثائق اللي عندنا، والمناقشة جرت مع أكثر من التنظيمات، والمناقشات جارية. فما هي النتيجة؟ فالنتيجة ما نقدر نحددها من الاتصال الأول أو الاتصال الثاني. الاتصالات ستكون مواصلة، ونحن نفهم لأن المعسكر المقاومة له تنظيمات، والتنظيمات لها برامج، والبرامجها هي متنوعة ولها إتلافات وكتل تشتغل مع بعض. كل دي معروف ونحن نأيده، ما عندنا أي مشكلة مع كل الكتل وكل الإتلافات الموجودة، ولكن ولا نرتقب يكون إجابة سريعة مؤيدة وإيجابية بأسرع وقت. ما نرتقب، لأنه لهم عمل كثير يقوم به. فالآن هذه الشيء حتكون يناقشوها، وكل الإجابة اللي حصلناها حتى الآن هي هم يحتاجوا إلى أكثر من المناقشة، أكثر من التدابير لكي يكونوا يؤيدوا، ولكنهم لا يعارضوا، لا لقينا معارضة مباشرة للعمل الذي نقوم به. هذا من جهة. من جهة ثانية هو سمينارات مفتوحة، منتدى حوار مفتوح، هو منتدى حوارية أسبوعية، ونكون نناقش هذه الموضوع كل أسبوع. وفي النقاشات المفتوحة التأييد هو أكثر، والترحيب من الناس المناقشين والمشاركين في المنتدى وفي الحوارات في السمينارات اللي هتصير. الترحيب هو كبير، والترحيب مهم جدا، ولكنه يحتاج إلى تطبيق الشيء بصورة فعالة وبصورة سريعة. كل واحد يسأل تايم لاين، ما هو مقياس الزمن، متى حتكون تتحقق هذه الشيء. فبعض الناس يطلبوا على تطبيق هذه الشيء بصورة سريعة، هذا هو إيجابي، ولكنه المصاعب والظروف والتشرذم اللي عندنا هو شيء كثير وكبير، فتحقيقه بأسرع وقت يكون صعب، بمعنى يحتاج له زمن، ولكنه يحتاج يكون محددا، ويكون يقوم بأعمال تقاس بالزمن، وتكون تتقيم وتتطور وتمشي إلى القدام إلى الأمام. فهذا هو الأعمال التي نحن فيه هنا الآن. شكرا. تمام، شكرا جزيلا للتوضيح أكثر. طبعا أستاذنا سهيل الآن يا ريت لو في آخر اللقاء محتاجين كلمة منك، مناشدة منك للتنظيمات وللأفراد أنه يجوا بأقصى سرعة ينضموا لهذه المبادرة لتشكيل قوة موحدة في الخارج تمثل صوت الشعب الإريتري. فنحتاج منك مناشدة لهذه التنظيمات، وفي نفس الوقت كلمة للشعب الإريتري في الداخل. تفضل منادل السيد. شكرا أستاذ عادل. نعم، المناشدة هي أولا وقبل كل شيء هي مناشدة لجماهيرنا، لشعبنا الإريتري، اللي هو السمد والثبت في كل الأوقات مع كل المعاناة، وحقق أهدافه، حقق
استقلاله ومكن وجوده. فهذه هي الشكر والتقدير لكل الجهود المبذولة من جماهير الأريترية في الداخل والجماهير الأريترية في الخارج كلها. دي هي المناشدة الأولى. ولكن نسأل كل أريتري يكون يبادر من أجل الوحدة. فالوحدة هي شيء أساسي، ولكن الوحدة بتجي يجب يكون عندنا مؤسسة وطنية واحدة اللي هي شبه حكومة. حتى ما يكون لنا دستور، حكومة دستورية ديمقراطية، ما نقدر نعيش في التشرذم. فإنهاء التشرذم هو مهم كل مواطن إريتري، خصوصا المواطنين الذين يسعون إلى العدالة ويكافحون من أجل العدالة ويؤيدون الديمقراطية، يطالبون من أجل حقوق الإنسان، وكلها يجب أن يكون لدينا وعي لتكوين المؤسسة الأم كمنظمة كحكومة، حتى ما يكون لنا انتقال إلى ديمقراطية في داخل بلدنا. فدي مناشدة مهمة جدا ويحتاج لها إدراك من كل واحد منا، وكل واحد له دور. لما نقول التيسير هم أفراد قليل، ولكن التيسير لا يتم بأفراد قليل بمجموعة ب20 ب100 ب200. التيسير يتم بكل المواطنين السعيين الواعيين من أجل انتقال الثلث إلى ديمقراطية، إزالة النظام وحماية سيادتنا. فهذا يحتاج إلى الوعي والمبادرة من كل المواطنين الإريتريين، خصوصا المواطنين في المهجر، في الأماكن السليمة، في الأماكن التي هي ديمقراطية وحرية. فده هو المناشدة الأولى. المناشدة الثانية هي للتنظيمات. التنظيمات هم تنظيمات لنا تقدير كبير جدا، بيقوموا بواجبهم، ناذلوا كل عمرهم، ونكون لنا تقدير عظيم. فالسؤال هو من أجل إزالة النظام ودخول إلى إريتريا، لأن المنظمات والتنظيمات هي تعيش في الخارج، هي خارج مكانها. المنظمات، الأحزاب بصفة خاصة، يجب أن تكون في إريتريا لكي تمارس برامجها ولكي تقود إريتريا إلى سلام والازدهار والتطوير والتعمير. فلكي نخش كلنا إلى إريتريا، والتنظيمات لكي يكونوا يعبر جسر الحرية، نحتاج إلى تكاتف ونشتغل مع بعض، ويكون لنا قيادة واحدة من أجل إزالة النظام. نحن نقول احفظوا تنظيمكم، برامجكم، أنشطتكم، ما فيش مشكلة. ده هو شيء إيجابي. ولكن إذا اشتغلت في تنظيمك فقط وتنظيم وحده، التنظيم الثاني من جنوب ومن شمال كله لوحده، ما فيش سينرجي، ما فيش تكامل. فيكون لنا تكامل. فنناشد الأحزاب السياسية بقيادتها وكوادرها وأعداؤها تلعب دور طليعي من أجل إقامة القوى الوطنية. ووسائل الإعلام هذه هي شيء واسع وكبيرة جدا. فوسائل الإعلام لايك الراديو سأيوب، كل الإذاعات، سواء تلفزيون أو راديو، كل الإذاعات نناشدها أن تكون تشتغل في هذه الجهة، لأنه هي تبذل جهدها الليل والنهار، تشتغل أكثر أدوات النضال الفعالة هي أدوات الإعلام، ولكنها تحتاج إلى نشر وتوعية الجماهير وتكاتف من هذه الناحية لأجل إقامة قوة وطنية ولأجل إقامة
قيادة شرعية تمثل الإريتريين في المهجر. وشكرا. حيث تنسيتنا يوم برنامجنا قلنا أتمم أخبار إقلت قمقلكم. أثيوبيا وجيبوتي مجال أمن حبر الشكاية تقدمن وثيقات فرميام اللي دي بحلفة سنبت عباية لأنبتا تعسرا اجتماع لجنة دفع حبر الجيبوتي حقولا محبروتو دي بإلا اتفاقية للبسحوم برقادر جنرال تشمعنا قوم مثلناي جيبوتي تنجاهو طاهر علي محمد 3 فناتاناي أمن وعسكريات كمسلنا كشوم إلا بسحك الليت مفاهمات أثيوبيا تلا منطقات اتبقسوتي الليت أسك أريتريال أتجها ملكيات بحلكس يقولوا زياد حيلة تقل تركب قد إقليل هاللي لتواقم رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد اتمنطقتنا وعلم قوبرات الدبلوماسيات فروركم هلا وحشم شعبيات ما بحد لما سلت لمنطقة ودول البحر الأحمر علاقته لا تردكم هلا بتهدقم أبي أحمد برلين اتحلفت 2 لقبائل سرن دول أفريقيا الأشاركة منتدى تجارة واستثمار عند حضرم مثل رؤساء ألمانيا فرنسا وبداد دول النام حبرم كذون أرزاق أثيوبيا سبب بحر بكت إيراك بهلنا لام حشم شعبية بأساس لا ترد لها العلاقات دبلوماسية منطقتنا لمثل الصومال لا تلالي على جهد دبلوماسية ومن اترشمتون دبتها سفير الصومال إريتريا آتكم هلا لتهدقم حكوا اتفاقية بريتوريا قائد حشم شعبية مثل لا أثيوبيا ناس أتمنين هليت اللي بلا الصومال وكينيا علاقات لا تردكم هلا لتهدقم قائد حشم شعبية ورئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد زياد لقب لك بوقت كريسيس أتومي قلات حنوم حداث نقارة حرب زبطكم اللو من اللي ودول اللو تحركات قلت أمر قادر هلام اتلجون دقبو لحشم شعبية وابي أحمد الأساورة للو حديث حرب عند أيدو دعايات نشر للو إلا حرب اللي قلفنا شعب ودمار وطنكم تأمور دي بنتو حشم شعبية لأيدو للو اقل شعب وطن عند حسبو ضد لحرب قلبو ليكا قربة الطم ما يدد حشم شعبية الذي بداخل وطن لهلا شعب إريتريا كما اقل حرب ليه طلت خلقا عند حسبوهم اتلجون دقوو منابرتهم دي سايرو من ريم إسات لأساوركم هلو إريتريا من عمار وتطور عند تحرمات مثل دول جيران اتحرب ليتا اقل تنبر مثل لحشم لسادوكم هلو عند الشرالة رأي شعب اللهم يوم حشم شعبية سدل اللو مأيدين أكلت كما دي بسقط لها حشم مسؤوليتكم رافعو أكدوم أريتريا نار الجحيم من دقبت التوم كلا لجو لألجأ يوم حكم ظالم أقلو راكعو سجدكم اللو بأروحتو من دهر بوهي دي بالداخل تعرف للشعب بحرب يقلفني ودول اللو توعيات للأتلسفتوم بقبيل جو أريد سلام لبسحو الداخل وطن تعرف للشعب بسلام يقل لمبر بدل نادلوم شعب حرب يقل لفني مثل حكم ظالم من دباترو حرب دول لأساورو دميرو مأكلي ينتويكم هلا يقل أمرو هليتو شعب إريتريا خبرنا إلى حرب أثيوبيا لموتو ولادون دي ركب حديث حرب إندي أتا تعرف لها ولادو قل خسر لتطلب منكم هلام حشم شعبية أمير سلطاتو قل أترايم مثل أبي أحمد الأساور لها حديث حرب ما أيدينا إلى حشم اللي ما حرب اللي قل فانا شعب إريتريا سبتو من إلا جريمة الله قل جملوم من شعب فينا قربت التوم اللي تام
حيسام التنسيت كرن سأيوب لاقي اليوم الدوليا ملعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئ جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقنا متحكمتو أسكو دحن اسمنو